وما الى اخره. الديجيتال ماركتير هو شخص جوكر شويه، لازم يكون عنده هاندس اون على حاجات كتير بايديه، زي مثلا الميديا باينج او الاعلانات او اداره الحملات الاعلانيه، كمان التسويق والمحتوى عن طريق السوشيال ميديا واداره المنصات الاجتماعيه، لازم يكون عليه هاندس اون برضه، او يكون ليه هاند سكيل دي، يعني اللي يكون ليه بايديه يقدر ان هو يدير او ينفذ الكلام ده. نفس الوقت احنا بنتكلم عن شخص يكون عنده استراتيجيك مايند شويه، او عنده دماغ تحليليه شويه، لان هو هيبقى مطالب انه يحلل ارقام ويحلل بيانات علشان يتخذ قرارات مناسبه في اداره الحملات بتاعته وفي اداره ميزانيات الحملات الاعلانيه بتاعته. المسوق الرقمي طبعا هو ليه درجات، من اول ما يبقى جينيور هو بيبقى شخص منفذ اكتر بكتير من اي حاجه، وبيبقى شخص على الاقل شاطر في حاجه او اتنين او تلاته من اللي احنا قلناهم سابقا. مثلا يكون هو قادر يستخدم الشبكات الاجتماعيه، يكون قادر ان هو يسوق عن طريق محركات البحث او المحتوى، وقادر ان هو يحلل الارقام وياخد قرارات بسيطه في ترويج الخدمات والمنتجات اللي هو بيشتغل عليها. كمان لما بيبقى درجه سينيور او درجه اكبر شويه من الجينيور فبيبقى سينيور. طبعا جينيور ده احنا بنتكلم شخص مثلا خبرته من 6 شهور تقريبا لحد مثلا سنه ونص او سنتين. من اول مثلا سنه ونص او سنتين او 3 سنين لحد 5 سنين، دي فتره السينيورتي او فتره ان هو يبقى سينيور في مجال الديجيتال ماركتنج. الفتره دي هو هيبتدي شويه وهو بينفذ، يكون مسؤول شويه عن فريق معاه، زي مختص الشبكات الاجتماعيه وزي كاتب المحتوى وزي المصمم، وفريق صغير ممكن يكون بيديره، ويكون برضه بيحط الخطط البسيطه علشان الامور تمشي في الكلام ده. من السينيور طبعا لتيم ليدر او حتى السوبرفيجن او مانجيريال ليفل، انت بتتكلم تقريبا حد يكون من 5 سنين ل7 سنين او لحد كمان 10 سنين خبره. الشخص ده بقى بيكون شويه استراتيجيك، يعني بيحط الاستراتيجيه او بيحط الخطه وبيوزع الخطه دي كمهام على فريق عمله من مصممين ومن مختصين شبكات اجتماعيه والميديا بايرز والفيديو اديتورز، وان كان حد موجود تكنيكال، وبيبتدي يتابع مع الفريق ده كله الاعمال، وفي نفس الوقت يمونيتور الارقام وياناليتيكال او يحلل الارقام، ويرجع تاني ان هو يظبط الارقام دي بشكل ما بقرارات ما، وبيدير الفريق ده، وممكن ينفذ كمان بايده حاجات فيها هاي تكنيكاليتي شويه. الديجيتال ماركتير طبعا يعني السالاريز بتاعته بتتراوح على حسب، انا بتكلم عالميا طبعا مش على مصر والمنطقه العربيه فقط. انت بتتكلم من اول ما يبقى جينيور بتتكلم من اول 500 600 دولار تقريبا في الشهر، لحد رواتب ممكن توصل ل 5000 و 6000 دولار. انا بتكلم انترناشونالي لو في امريكا او يوروب او حتى في بعض الدول العربيه. وفي الاخر احب اقول لك ان وظيفه الديجيتال ماركتير هي